الحمد لله الجواد الواسع، الذي لا تخفى عليه الطلائع ولا تضيع عنده الودائع، وليس لصنعه صنع صانع، هو للدرجات رافع وللدعوات سامع وللظالمين قانع، ولأمة رسول الله سيدنا محمد شافع. سبحانه من إله من توكل عليه كفاه، ومن طلب منه أعطاه، لا معقب لحكمه ولا راد لقضاه. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد سعد الكون بمولده، لقول آمنة لما حملت به كان من داخل الأحشى يناديني، وليلة الوضع نزلت ملائكة من السماء تهنيني، يا بنت وهب إن حملك قمر، أحمد محمد محمود، صلى عليك الله أبا القاسم يا رسول الله. يسأل سيدنا سليمان البومة في ذات يوم من الأيام: لماذا لا تأكلين الزرع ولا تشربين الماء وتسكنين المقابر؟ فردت عليه قائلا: يا نبي الله، أنا لا أشرب الماء لأن بالماء غرق قوم نوح، ولا أكل الذرع لأن آدم عليه السلام أكل من أوراق الشجرة في الجنة فطرد منها، وأسكن المقابر لأنني أرى في المقابر عظمة الباري جل وعلا، أرى في المقابر الأغنياء والفقراء، أرى في المقابر العلماء والجهلاء، أرى في المقابر الأبيض والأسود، أرى في المقابر قوم عاد وثمود، والكل يناديهم ربي لمن الملك اليوم، فيرد على ذاته العلي: الملك اليوم لله الواحد القهار، اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. إخوة الإيمان والإسلام، ولقد وصلنا إلى نهاية مسك الختام. العين تنظر والأذن تتصنف مع قارئ قد وصل إلى درجة العالمية على اليوتيوب وشاشات الإنترنت بدرجة راقية. إنه سليل بيت القرآن فضيلة العلم الشيخ كامل أحمد شعيل، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو
الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ودع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك ولا يصدنك عن آيات
ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى عم شحتة بدر الله يرحمه الله يرحمه من أطيب الناس وعيلة بدر صاحبة واجب في كل مكان ما تقصرش عشان خاطر عم الشحتة الله يرحمه الله يديك الصحة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أشد خلقنا من السماء
رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشي إن في ذلك لعبرة لمن يخشي أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسويها وأغطش ليلها وأخرج ضحيها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى
وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خيف مقام ربه وأما من خيف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن
شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. شرف لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استمعنا يا إخوة الإيمان والإسلام إلى مسك الختام تلاه على مسامع حضراتكم ذلكم العلم القرآني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والذي لقب بفاكهة قراء مصر في الوطن العربي والعالم الإسلامي فضيلة العلم الشيخ كامل أحمد شعيل قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقصاصين الشرق مركز الحسينية. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، الاسرة العريقة جميع عائلات بدر بسماكين الشرق كلهم يتقدمون بخالص الشكر والتقدير والعرفان لكل من حضر وجاء ليؤدي واجب العزاء من القيادات السياسية والقيادات التنفيذية وعمد ومشايخ القرى والمحافظات. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، اشكر باسمي وباسمكم عميد الصوتيات المهندس محمد علي الرشاش المقيم بسماكين الشرق. الفراشة والانارة معلم خالد الرشاش المقيم بسماكين الشرق. واجب الضيافة والخدمات الفندقية المتميزة في كل مكان المتر احمد ابو تلاتة المقيم بليخيوة. وحدة التسجيلات الخارجية والبث المباشر تحت ادارة المهندس اشرف العسوي المقيم بعزبة المناجاة. اخوة الايمان والاسلام، كان معكم من اسرة المذيعين الاعلامي محمد فتحي ابو صقر من عرب العقيلة، وشكر الله سعيكم جميعا وسبحان من له الدوام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.